معك لبنى سهير في القناة، كنكبروا مع بعض بكلمة بلحظة وبنية صديقة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا على الرجل اللي كيعاقب مراتو على داك الشيء اللي ما دارتوش. بركة ما تعلق في مراتك الفشل ديال العلاقة ديالكم، وبركة ما تقلب دائما تلومها وانت في الحقيقة كتعاتبها على جروح اللي ماشي هي اللي دارتهم فيك. كتحمل هاد الذنوب ناس اخرين كبرتي وسطهم، واهمهم الام والاب ديالك اللي ربوك على العنف ولا خلاوك تكبر بلا حنان. التربيه ديالك هي السبب في هذا العنف، هي السبب في هذا الغضب اللي ساكنك، هذا الصمت اللي كيخنقك، وهذا البرد اللي كتخرجوا في حياتك الزوجيه بلا ما تحس. وعفاك دير لي خط احمر تحت كلمه بلا ما تحس. اليوم خاصك تواجه مراتك بانها ماشي معالج نفساني، ماشي الواجب عليها تمسح لك الدموع ديالك. الولد الصغير اللي في الداخل ديالك ولا تهز الضعف اللي تربى فيك من صغرك، بغيتي تكون راجل تحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالك، ماشي تخبى من الكلمه ديال انا هكا وطبعي عصبي. من الطفل كيبكي وما كيلقاش حضن، ملي كيتظلم وما كيلقاش اللي يسمع ليه كيتعلم يخزن، وهذاك التخزين كيكبر معاه حتى كيوصل لمرحله ما كيعرفش يعبر، ما كيعرفش يفسر علاش مقلق، علاش كيغضب، ولا حتى علاش كيتهرب. وملي كيدخل في علاقه كيبقى يحس بالحاجه للاهتمام ولكن ما كيطلبوش، كيحس بالغيره ولكن كيعبر عليها بالغضب، كيحس بعدم الامان ولكن كيتهمها هي اللي تبدلات. وهكا كتولي العلاقه في ساحه معركه بلا ما تعرف علاش. سول راسك صديقي، واش تربيتي كيتقال ليك كلام زوين ولا تربيتي بالتهديد والخوات؟ سير تنعس بالعشاء. شحال من راجل كبر بهذه الطريقه ديال الهضره وترجمها حب. منين كيبغي يعبر على الحب كيعبر بالطريقه اللي كيظنها هي الصحيحه، وفعلا الا سولتيه كتلقى تصرفاته كامله عنده طبيعيه، واخا من برا كتبان عامره بالعنف وماشي عاديه. ملي كتكون التربيه بالعنف كتزرع في الطفل الداخل ديالو ان الحنان ضعف والهضره الزوينه ما كتفيدش. منين كيكبر كيحشم من قلتي وحشتك، كيضرب قبل ما يشرح، كيخوف قبل ما يفهم. ملي كتكون عنده مرأة كتحاول تبغيه ولكن هو كيرد الحب بالسكات، بالنشوفيه، بالكلام اللي كيجرح، ماشي لانه ما كيبغيهاش ولكن حيت ما تعلمش كيفاش يبغي. الولد اللي ما سمعش انا فخور بيك من الاب ديالو كيكبر كيولي كيشوف مراته الام بلا ما يحس، كيبغيها تقول ليه برافو راك راجل انا معجبه بك، ولكن في الحقيقه هو محتاج يسمعها من الماضي ماشي من الحاضر. ملي ما كتقولهاش كيغضب، كيتهمها بالبرود بالجحود وبالنكران، وهي في الحقيقه ما عندهاش دور الاب ولا دور الام. كل جرح ما دواش صديقي كيدوز في الحياه كيخرج وسط اقرب علاقه. والغريب ان الرجل كيتحكم في راسو قدام الناس، ولكن وسط الدار كيتلقى داك الطفل المجروح كيهضر كيعبر. كتولي الزوجه هنا هي الضحيه لياش؟ الضحيه الجروح اللي عمرها ما كانت فيها، وكتحول من زواج، من علاقه حب، علاقه علاج غير عادله. الخلاصه صديقي، انا مش عيب تكون مهرس من الداخل، العيب هو تبقى كتأدي اللي كتبغيهم وكتبرر السلوك ديالك بجملة هكا ربوني. الطفولة ماشي حكم مؤبد، ولكن إلا ما وعيتيش راك كتحكم انك تعيش في الطفولة ديالك ولا ما تختار. إلا ما دويتيش مع جروحك هتبقى كتجرح الناس اللي كتبغيهم. واش مازال باغي تبقى سجين تربية ما كانتش عادلة؟ اختيار بين يديك صديقي. تهلا لي فراسك إلى فيديو جديد إن شاء الله.